فيديو النهاردة بيتكلم عن نفسه زي ما احنا شايفين. قراقيش هنعملها بالزيت والمية فقط. ايوه، زي ما شفنا في العنوان بالظبط. شايفين النتيجة؟ شايفين شكل القراقيش؟ رائعة جدا بجد، يعني انا مش قادرة اقول لكم خطيرة قد ايه. عملنا كذا شكل، كلهم بصراحة تحفة. عملنا بالعجوة وعملنا بالسادة. ان شاء الله النتيجة تعجبكم. شايفين شكل المعجوة من جوه والتسوية بجد رائعة. شايفين شكل القرقوشة من تحت فظيعة جدا، مقرمشة وجميلة قوي. يلا بينا على المكونات على طول. دي كوباية اللي انا هحتاج بيها، هعاير بيها الزيت والمية. هحتاج على كيلو دقيق كوباية ونص من المية، مج الشاي العادي. وهحتاج كوبايتين من الزيت. الاول هنحط معلقه ممسوحه من السكر، معلقه كبيره، معلقه صغيره اللي هي بتاعه الشاي، معلقه ونص خميره فوريه. هندوبهم وبعدين نركنهم على جنب. الدقيق اللي هستخدمه هنا ده كيلو دقيق مخصص للكحك، او دقيق فاخر، بس ما يكونش فيه عرق. هحتاج عليه 3 معالق كبيره من السمسم الاحمر، ده متاح عند العطار. تلت معلقة ملح أو رشة من الملح، معلقة صغيرة ممسوحة من بيكنج باودر، رشة من الفانيليا. ده محلى بحصى بشتريه من عند العطار، وبعد كده بحمصه على نار هادية وبعدين بطحنه في الكبة عادي. باخد نص معلقة صغيرة. ممكن تشتروا باودر بس الأفضل الحصى. ده اختياري. حطيت معلقة صغيرة من الشمر، ممكن تضيفوا معاه ينسون وممكن تستغنوا عن الخطوة دي خالص. هنقلب المكونات كلها مع بعض زي ما احنا شايفين، وسخنت الزيت. زي ما احنا شايفين انا عايزه الزيت يوصل للدرجه دي، اللي هو يسخن وفي نفس الوقت مش بقدحه، عشان ما يبقاش طعم القرقوشه ممرره وتعمل حرقان، فتبقى بارده. فزي ما احنا شايفين هنقلب. الخطوه دي لابد ان احنا نقلب بمعلقه، ما نحطش ايدينا خالص لان السمنه سخنه جدا. هنقلبها بالطريقة دي، نغلف الزيت مع ال الدقيق كويس جدا. هنا الخطوة الأولى خلصت. الخطوة التانية هنضيف المية، هنضيفها شوية بشوية، يعني كمية المية هنضيفها حوالي على 4 أو 5 مرات مش مرة واحدة، عشان العجينة ما تمطش معانا وتاخد وقت معانا في العجن. انا دوبك بس بلم المكونات مع بعض. عكس الخطوة الاولى كنا بنعجن ونبس كويس قوي العجينة، نغلفها كويس جدا مع الزيت، الدقيق مع الزيت. تمام. انا هلم المكونات مع بعض، المية مع المكونات دي، وهسيبها ترتاح حوالي نص ساعة واغطيها بستريتش، وبعد كده هغطيها بفوطة واسيبها ترتاح نص ساعة. هو الجو مش حر، فهسيبها نص ساعة بس، لكن لو الجو حر هنسيبها اكتر من كده. تمام. هنا بقى دي العجوة اللي هستعملها. انا اشتريت دي حوالي 400 جرام، اشتريتها من السوبر ماركت. هضيف عليها معلقتين زيت ونص معلقة قرفة ورشة فانيليا. القرفة يا جماعة مع العجوة تحفة بجد، مش هيبان طعم القرفة، بتديها ريحة وطعم حلو قوي. انتوا ممكن لو مش حابين العجوة المفرومة، ممكن تشتروا العجوة البلح وتفصصوها وتفرموها، وبعد كده تدلكوها بمعلقتين زيت برضو، او ان انتوا تحطوها على النار وبنص كوباية مية ومعلقتين زيت برضو، وتوطوا عليها وتسيبوها حوالي ربع ساعة على نار هادية. بعد كده بتهرسيها وبتشتغلي بيها بس لما تبرد. تمام. انا هنا هعمل شكلين للعجوة، شكل على كور صغيرة وشكل على رول. تمام. اسفة التصوير هنا سيء، اعذروني معلش. هنا هعمل هنا العجوة على شكل رول بالظبط زي ما احنا شايفين. انا عملت الكمية كلها شكلتها. هبدأ دلوقتي ان احنا نشكل العجين. هاخد قطعة من العجينة وابدأ ألمها، وبعدين افردها وارجع ألمها تاني كده واقفلها كويس جدا، وبعدين نعملها رول عشان نعمل شكل القراقيش العادية اللي هي بتتقطع بالسكينة، اللي هي الطريقة بتاعتنا التقليدية اهي. وبفردها
بنحاول نخليها سوا واحد، يعني منخليش حتة رقيقة وحتة تخينة، لا نحاول نخليها سوا واحد. تمام. بعد كده مش بنرققها مش بنتخنها قوي، يعني هي حوالي اقل من سنتي او نص سنتي زي ما تحبوا، يعني انتوا على حسب بتحبوها ايه. بس كده كده هي بترفع شوية في الفرن. تمام. هبدأ ارصها في صينية، ما نزنقهاش في الصينية برضو بالشكل ده. وكل شكل يا جماعة بنحطه في صينية لوحدها علشان يبقى السوا واحد. هنعمل شكل تاني، هفرد العجينة بالظبط زي الخطوة الأولى. بعدين ببططها. شوفوا العجينة مرنة وسلسة، سهلة جدا وحلوة قوي في التشكيل. ببدأ أفردها كده مردانة أو عجلة. دي بنحاول نرققها شوية علشان هنعملها رول ما تبقاش تخينة قوي. بحاول اسويها واخليها على شكل مستطيل، لو لقيت حاجة زيادة بحاول اشيلها كده بسكينة او اقطعها بالنظر كده. وباخد الرول، انا مقطعة العجوة باشكال مختلفة، مقاسات مختلفة سوري. هنبدأ حتى لو الطول مش مناسب باخد قطعة تانية وببدأ ألزقها، بتبقى عادية خالص. شوفوا بتطلع بسهولة ازاي، والمقاس جه مظبوط ازاي، يعني بالنظر كده هتيجي معانا مظبوطة على طول. بقفل كويس جدا من تحت عشان ما تفكش مننا، وببرمها تاني الفها تاني رول. وبعد كده بنحاول ان احنا نقطعها مقاسات متساوية. يعني لو مش هنعرف ممكن نحط صابعين كده من بايدينا وبعد كده نقطع. ناخد شايفين العجوة جاية في منتصف العجينة، مش جاية ناحية وناحية، جاية مظبوطة بالظبط. كمية العجين فيها مظبوطة جدا، كمية العجوة واضحة وحلوة قوي فيها، حقيقي تحفة. وبعد كده دي مية بحطها في المية، بس مش بغطسها في المية قوي، يا دوبك الوش كده حاجة بسيطة. وبعدين بغمسها في السمسم الأحمر. تالت شكل بقى اللي هي الدواير دي، برضو هنعمل رول كده. بعدين بقطعه قطع متساوية، يعني حوالي كل قطعة 20 جرام. وبعدين بدمجها كويس جدا، وبعدين بسيبها ترتاح. لما بخلص التقطيع كله ببدأ اخد اول قطعة انا بدأت بيها عشان هي بتكون ارتاحت اكتر. باخد قطعة من العجوة كده وببدأ ألمها زي السرة، وبعدين ألفها تاني. بنلاقي ان هي وش الدايرة معايا بقى ناعم، دي اهم حاجة. تمام. سهلة خالص وكمان ممتعة وهي بتتعمل كده، يعني لذيذة بجد. هنعمل واحدة كمان نفس الموضوع. بناخد قطعة من العجوة وبنقفلها كسرة، وبعدين بنلفها دايرة كده زي ما احنا شايفين. شوفوا ناعمة ازاي، انا عايزة الوش يبقى ناعم كده، لان لما بتتخبز بيبان لو هي ناعمة او لأ. لو مش ناعمة بتبقى شكلها مش ظريف. تمام. بس هسيبها ترتاح نص ساعة لساعة مش اكتر من كده، وببدأ اخبزها على درجة حرارة 170. نسيبها او على نار هادية عادي. بحط صينية على الشبكة وصينية في ارضية الفرن عادي خالص. لما الوش بيحمر ببدل بحطها في ارضية الفرن، او القعر احمر معايا بحطها على الشبكة، وهكذا بنبدل عادي خالص. زي ما احنا شايفين لونها رائع. ما نغمقش عن كده عشان ما تمررش، هو اللون ده مناسب جدا وحلو قوي. كمان مقرمشة. لو عليتوا النار هتاخد لون وهيبقى قلبها عجين. هدوا النار خالص وسيبوها تستوي براحتها. زي ما احنا شايفين رائعة، النتيجة بجد حلوة قوي وهايلة قوي.
كمان صدقوني بجد ما اخدش معايا وقت خالص، يعني ما اخدش، مش عايزه اقول لكم ما اخدش وقت، يعني ما اخدش ساعه زمن بجد. زي ما احنا شايفين القراقيش هايله، والحجم العجينه والتسويه والعجوه بجد رائعه، تحفه بجد. وكمان الشكل ده رائع جدا، العجوة فيه كمان بيبقى طعمها حلو، وحتى الشكل التاني العجوة فيه كمان ما بتبقاش ناشفة، بتبقى طرية جدا، ما تقلقوش منها. فيديو النهاردة خلص، اشوفكم على خير.